شوفوا يا عميراتي، جبت لكم كيكة بدون فرن بدون بيض هبال كأنها جينواز. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه وما ناقصكم حتى شي خير وجداد. نقول لكم مرحبا بكم في قناتكم افكار وديكور نوريه. اختكم نوريه طلت عليكم بواحد الكيكه كانها جينواز، خفيفه من الداخل ظريفه. تجيب الشوكولاته بدون بيض بدون فرن، فقط في المقلاة. تجي خفيفة، يعني الخبيزات السواحة يجوا خفاف وبنان بنان بنان لدرجة تهبل في البن. يعني تبوني الاخير واحد اكتشفوا الوصفة، وان شاء الله حبوباتي تكون بخير وعلى خير واحوالكم طيبة وما ناقصكم ان شاء الله كل خير. ونعتذر عميراتي الغاليات على هذا الغياب، ان شاء الله كان ظروف. يلا نبدو على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عندي كأسين فرينة ممسوحين، يعني تبعوا لي الاخير والله راح تعجبكم هذه الوصفه. نعرفوا بلي البيض راهو غالي، ما علينا غير الوصفات اللي تكون بدون بيض. كأسين فرينة ممسوحين، ملعقتين كاكاو كذلك. لابد نصفوا الكل الفرينة والكاكاو، نعرفوا فيهم هذوك الحبيبات، ونعرفوا الكيكه تاعنا بدون بيض لابد كل حاجه نصفوها، حتى السكر العادي لابد نصفوه. هنا كأس سكر عادي، ماشي سكر ناعم، سكر عادي راح نصفوه. شوفوا شحال بقى منه، نحوه بجنب ونبدو نخلطوا كل النواشف تهبل. والله غير جربوها، والله متأكدة راح وليداتك راح يفرحوا بها، وعايتك وزوجك راح يفرح بهاد الكيكة. نخلط كل هاد النواشف عفوا مليح، نخلط جيدا، ومن بعد نضيف نصف كاس زيت، يعني تبعوني وراح تجيكم بنينه وخفيفه وظريفه. فقط لانها بدون بيض، يعني ما تمسكوهاش، خلوها حتى تبرد. ضفت هنا كما شفتوا الملح، وراح نضيف كاس ونصف حليب. اذا كانت عندكم الفرينه، مهم تشوفوا القوام تاعها، اذا كانت عندكم الفرينه تشرب يعني كأسين حليب، ما تشربش فقط كأس ونصف حليب. انا ضفت فقط كأس ونصف حليب. شوفوا النصف الثاني، يعني كاس ونصف حليب، وراح نخلط مليح، وكذلك نخلط بالفوي اليدوي باش يعني نشوف القوام تاعها، يعني هبال بالشوكولاته تجي بنينه. نعرفوا الاولاد يحبوا البنه تاع الشوكولاته. المهم نخلط بالفوي جيدا. من بعد هنا حنضيف لها ملعقتين كبار تاع خميره الحلوى، ما يكونوش بومبي، يعني فقط ممسوحين جيدا وما يكونوش عامرين، يعني كيسين خميره الحلويات. نخلط جيدا. هما كيس ملعقتين خميره الحلويات كما كتشوفوا، ماهمش ممسوحين، يعني ماهمش بومبي عفوا، ممسوحين فقط، وماهمش معمرين كما تشوفوا في الصوره. كذلك نصفيهم، كل حاجه نحطها لابد نصفيها. نخلط جيدا. التزيين انتما واختيار تاعكم، تقدروا تزينوها بالفواكه، تقدروا اي حاجه تزينوا بها، ولابد تكون المقله تاعك ما تلصقش. المهم شوفوا القوام تاعها كيفاش، يعني ما تثقلوهاش باش تجيكم الكيكه خفيفه. نعرفوا بلي انها بدون بيض. عندي 3 غرفيات، راح نقسمها على 3 غرفيات، تقدري تقسميها على 4 غرفيات، يعني تجيك الكيكه يعني مليحه. شوفوا كيفاش 3 غرفيات، وحطيت المقله تاعي وضعت فيها الزبده والمارغرين فقط، ما تحطيش الزيت. نحط الغرفيه الاولى تاع الخليط، من بعد نحطها على النار، نغلق عليها ونحطها على النار قليله قليله بالبزاف، يعني باش تطيب على خاطرها، يعني تطيب فقط من تحتها، من الفوق يعني لاننا راهي بالشوكولاته. نحطها على النار. دوك تشوفوا النار كيفاش قليله بالبزاف، شوفوا كيفاش النار
قليله بالبزاف ونخليها. وهنا شفتها فقط راهي طابت، نطيبوها فقط من التحت لاننا رانا حطينا لها الشوكولاته، يعني ما تطيبش مليح. نبدا بالظهر تاع الموس، نبدا نحرك فيها باش نقدر نحطها هنا كما شفتوا، نحركها مليح ومن بعد نهبطها في السربيته تاعنا. شوفوا يعني ما تمسكوهاش باليد لانها راهي خفيفه بالبزاف راح تتكسر. نكمل كل الحبات ونولو هنا للشربات. الشربات حطيت كاس مع، حطيت له ملعقه صغيره تاع قهوه سريعه الذوبان، ونحط لها ملعقتين كبار تاع سكر. نحطها على النار يعني كي فقط تغلى لنا يعني 2 غليات 3 نطفي عليها، خليها حتى تبرد. من بعد نوضعها في التيوب تاعنا باش نجمو نزينو بها الكيكه تاعنا. هنايا الشونتي كاس ونصف شونتي، الشونتي تاعنا تكون ثقيله. كاس ماء بارد، حتى الشونتي راهي بارده يعني كانت في الثلاجه. كاس ماء بارد، كاس ونص شونتي مع كاس ماء بارد، ونوضع لها ملعقه كبيره شوكولاته طلع. تجينا بنه هايله لاننا كل وضعنا لها شوكولاته، يعني تجيب الشوكولاته هبال في البنه. اولادكم والله راح تعجبهم، حتى الاصحاب المشاريع اللي يحبوا يعملوا كيكات، يعني كيكه بدون بيض اقتصاديه بنينه بالبزاف، سهله التحضير. هنا نبدا يخلط مليح بالباتور حتى يعني تطلع لنا هذيك الكريمه. من بعد نحط لها ملعقه كاكاو، يعني تخيلوا الكاكاو اللي يكون يعني بنته هايله، ريحتها تكون هايله. نخلط مليح كذلك بالباتور حتى تتقل لينا الكريمه عفوا. راني خلطت الله يجيب الخير. هنا كي بردت لينا الكيكه، يعني الكيكه كل شفتوا كيفاش يعني مسكتها بكل سهوله. حطيت الاولى في يعني في طبسي او اي حاجه، من بعد تحط لها الاطار كما حبيتي. الاطار انا حطيت هذا الاطار كان شوي كبير، لكن يعني خير الاطار يكون يعني يناسب الكيكه. حطيت يعني هذاك الشربات يعني العصير تاع النسكافيه او قهوه سريعه الذوبان. من بعد وضعت له الكريمه تاع الشونتيي، ورايحه نبدا نطيليها مليح. من بعد راح هنا نوضع فقط وضع اي مكسرات، فقط هنايا حبيت تكون هذيك القرمشه في الكيكه. حطيت لها فول سوداني يعني محمص او مطحون، ماشي مطحون بزاف، مهم ان الايطالي مليح الكريمه تاعي كما تشوفوا، يعني سبقت الاحداث. من بعد راح نحط المكسرات، اي مكسرات، فول سوداني، لوز ايفيلي، فول ايفيلي، فول سوداني ايفيلي، يعني كما حبيتي. من بعد حطيت الخبزه الثانيه وحطيت له كذلك الشربات تاع النسكافيه وحطيت الكريمه. من بعد هنا راح نحط الشوكولاته، تقدري تحطي كذلك شوكولاته الحبيبات. المهم حطيت الخبزه الثالثه، ما حبيتش يعني نطول الفيديو لانه راح جاء طويل بالبزاف. مهم حطيت الخبزه الثالثه وحطيت كذلك العصير او شربات قهوه خاص بقهوه سريعه الذوبان. من بعد حطيت الكريمه، حنطيليها مليح لاننا من بعد راح نزينوها. ايطالي مليح الكريمه تاعنا. من بعد راح نحي الاطار ونبدا كذلك نحط في الكريمه في الجوانب. جات هبال، غيتبعوني للاخير والله راح تعجبكم هاد الكيكه بنينه بدون بيض. يا عميراتي نجيب لكم الوصفات السهلين الاقتصاديين اللي تقدري يعني تخدميهم لوليداتك. المهم راح نطيل الجوانب.
إيطالي جيد الجوانب. من بعد راح نحط الكريمه اللي بقات لينا نحطو لها في البوش، ونحط فقط زهور يعني وريدات صغار. وعندك شوكولاته تحطي شوكولاته، تحطي التزيين كما حبيتي. المهم الايطالي مليح الجوانب، تقدري حتى في الجوانب تحطي مكسرات. ما تنسوش حبوباتي ذكركم دائما بالصلاة والسلام على سيد الخلق محمد الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وما تنسوش اللايك والاشتراك وفعلوا الجرس اللي يصلكم كل جديد، ودائما إن شاء الله مع فيديوهات جداد ووصفات جداد اللي اقتصاديين، اللي يعني تقدر أي وحدة مبتدئة أو أي وحدة يعني كما نقولوا زوالية تقدر تخدمهم. حطيت الكريمه في البوش وبديت نعمل زهور او وريدات صغار. والله صدقوني اهبال في البنه. نحط كذلك الزهور، وهنا عندي شوكولاته وضعت لها فقط الحليب وحطيتها، يعني خليها في شويه يعني تدفى ومن بعد حطيها. وحطيت كذلك نصف تاع الشوكولاته حطيتها في التوب وبديت نشكل في الخطوط. وان شاء الله حبوباتي تعجبكم هذه الوصفه وتكون في الحسن اذن نتاعكم، وراح تشوفوها يعني في صحن التقديم سهله ماهله اقتصاديه، ومع فيديو جديد ووصفه جديده. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.